ده امام عاشور في فيديو بيقول لك انا من صغري معرفش صغري يعني انا من صغري اهلاوي. ده شاهد زمن اهلاوي بيقول اسمع. لا ده من ايام ما كان لسه عيل صغير. ما كان يا ابني بقول لك هو صغير لما كان لسه عيل يلعب في المحل. لا حرس حدود يا ابني يا جدعان هو كده مش لما كان لسه عايش في البلاوين البلد الجميله انا من زوج ما تعرفش انت فين يا جدعان بس الراجل ده زوج تمام. طيب هو احنا اللي مشينا يا بعض لجان الزملكاويه اللي فاتت دلوقتي مش امام؟ لا ده الهوا قاعد يعيط وقاعد يقول بقى انا من صغري زملكاوي وارجع الزمالك. فذنبي ايه؟ مش ابو ذنبي ده بقى اللي انا جايبه ب 7 و5 7 مليون و5 مليون الحرس ما كانش عايزه فاداه المحل قال له مستوى بقى. ده اللي ما يشكر ربنا ويشكر النادي العظيم نادي الزمالك اللي عمله بني ادم وخلاه يتجوز بنت الحاج محمد حافظ كبير الحلاقين. بعد كل ده ها عبد الهادي الكابتن قلب الاسد زق ولد هناك في المغرب. من المغرب مشيته انت؟ في المغرب ايوه بالتليفون مشيته. وبمناسبه الواد اللي بيشيل الشغل ده ميلا. شيكابالا ميلا لا مش ميلا ايوه بيه ميلا ده في مباراه الامارات بيجري ورا الظباط بيضربهم. بس ده بقى ايه محمي بالاسطوره الوهميه. طب استاذ مرتضى السؤال بس بسأل هو في كده؟ لا. رايحين فرح ليه؟ ده الواحد من امبارح مغموم وضغطه ارتفع ومش طايق نفسه. ليه؟ لأن ده الزمالك مش حسين لبيب. واللي بيتعاير الزمالك مش حسين لبيب. ده الزمالك بجماهيره الملايين المحترمة. حسين لبيب ده ما عندوش دم. أقسم بالله العظيم لبيب كان بيجي يقعد هو دخل النادي 3 مرات. أنا عضو مجلس إدارة من 92 دخل شفت 3 مرات. تمام؟ 3 مرات أجيب رئيس نادي. وقبلها قال لك إيه؟ ولا بلاش دلوقتي خلينا يوم اي حد عنده سؤال. 19 كان في وفقا لكلام حضرتك 999 مليون جنيه وفقا لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مديونيات وغرامات على نادي الزمالك. السؤال المهم بقى اللي محير جمهور الزمالك دلوقتي هو الاستاذ مرتضى منصور كان بيجيب الفلوس منين؟ البترول اللي في النادي. شيكابالا اتغير معاك ليه يا استاذ مشرف؟ شيكابالا اتغير معاك ليه؟ ثانية يا ابني مش وقته بقى شيكابالا. مين شيكابالا ده؟ الواد ابو راسين والواد صد وعندنا عيال ما اعرفش بتطلع تشتم برضه الاهلاويه. تمام؟ وفي واد تاني طالع جديد واحد بيقول له مش عارف ايه قال له لا ما هو الخطيب حبس مرتضى. قال لا وحياة امك ما تخلينيش اقول لك مين اللي حبسني لان لو قلت لك الاسم هيتولع فيك وانت واقف. فبلاش. وبقول للدوله المحترمه ما تخليش حد يستفزني عشان ما اقولش مين اللي حبسني خطيب مين واللي مش حبسني بس واللي هددني وهدد ولادي ب10 سنين سجن لو ما مشيناش. فبلاش الاثنين دول يعني مع احترامي لكله بلاش الحاجتين دول لا قاضيه ولا ان خطيب حبس مرتضى. لا انا بتقول خطيب حبس مرتضى وانا متبرع من 200 مليون وتركي طلع قال لك انا بيتعامل معايا الند بالند والسيد تركي الشيخ وقال انه يجي على حسابه هو واولاده ومرتضى اديت له مبلغ مريض قالوا مع سيف زاهر ما رضيش ياخده. في الوقت اللي قال مع شوبير انا بتعامل مع عصام. ما هو مش معقول لو الكلام ده ماشي كده بقى قانوني مش ممكن اللي ما بخدش يتحبس واللي خد يبقى بره. المهم فاحداث تراكمت. قناه النادي الاهلي وبيقول بين قلبي وبين مش عارف ايه وراح انا مال شوبير. انت سالت السؤال واسكت. طيب فجينا نجيبه لقينا ممدوح باشا ابو المنوس حاجز على الحساب.
الواد قاعد مستني حسين لبيب، قعدوا مع واد اسمه ابراهيم عبد الله، واد عبيط مش عضو في النادي، مش عضو في النادي، مش انا اللي عضويته نيابه اموال عامه، وكان ايامها محامي العام اهو بالاسم بوليس بفهمي يقول له رئيس محكمه السر العليا لاغين عضويته اللي بيطلع في القنوات القذره اللي بتستضيف العيال دي. كفايه، انتوا ساعدتوا في الانهيار، انتم مش انتوا يعني، لا بتكلم على القنوات القذره. تمام. عليه بقى سيادتك على المباراه امبارح. ثانيه واحده. ثانيه. فبن شرقي مش هيقعد يستناك طول عمره، لانه في الاخر مش مصري، ده مغربي، ولد مؤدب ومحترم. اقسم بالله ابن شرقي ما عمل من مشكله، هو ونجم والولد الثاني لا سيبك في الرجال، بتكلم عن المغاربه حميد احداث ولا مشكله. بس اخلص. وكانوا يقولوا لي ايه؟ كان احيانا ما انت محجوز عليك واي فلوس بتيجي بتخش لك على البنك، ما هو الاول الفلوس جبت خزنه كبيره حطيتها، فاشرف الدكتور اشرف قال لي لا خلاص ممدوح مش هيحجز تاني. اول ما وديناها البنك خدها. تمام. فالثلاثه يقولوا لي ايه؟ لو اتاخرت شهر ولا شهرين، وده وارد، دول متاخرين 6 اشهر، المليونات. انا برزي بايه؟ بقول له توف ايه وزفت الطين ايه اللي انت عامله؟ ايه اللي انت عامله؟ ده نادي الزمالك ده بيدفع 100 مليون جنيه لهنيدي، اسمه ايه الممثل الجميل ده المسيحي كدواني والبت اللي اسمها اسلام جمال اللي بتقعد تعمل كده. تمام. بقول لك اسمها اسلام جمال. هتهرج اطلع بره. اتفضل يا فندم، كمل يا فندم. هو في ايه؟ يا راجل ده حتى اسماء جمال ما سلمتش منك. ده الوليه ولا اسمها اسماء جلال دي، ده الوليه ترند، الشباب هيموتوا عليها دلوقتي، شايف على ايه؟ ازت ميت اكل مدينه لايك متين فيديو مش في قناه مجرس الا كله وشير على كل مكان، واستنونا فيديوهات كتير ضرب نار، وقول لي رايك في التعليقات. سلام.